هتقول جبت رقمي منين ولا اقفل؟ لا طب استني، طيب هقولك. اتفضل قول. انا بس مش عاوز يحصل مشاكل بسببي. طيب بصي، بصراحة كده انا خدت رقمك من واحدة صاحبتك. صاحبتي مين؟ أمنية. أمنية ناجي؟ اه. وهي ازاي تديك الرقم اصلا من غير ما تستأذني؟ انا ليا كلام معاها تاني خالص. لا لا ما تصدمهاش، هي ما ادتنيش الرقم. امال انت حضرتك عرفته ازاي؟ طيب واحدة واحدة بس هشرح لك. انت عصبية كده ليه؟ اصل يعني حاجة تحرق الدم على الصبح. بص، هو الموضوع كله ان أمنية زبونتي وصاحبتي، وبتيجي تصلح عندي تليفونها، واتعرفت عليها من شهور كده، وانا كذا مرة اشوفك في الاستوري عندها وانت متصورة معاها، وبصراحة عجبتيني، وسألتها عن اسمك وكده، وقلت لها تديني رقمك عشان عاوز اتعرف عليكي، بس هي شهادة لله رفضت. ومن كام يوم كنا قاعدين في كافيه سوا، وادتني موبايلها كنت بعمل لها عليه حاجة، وقامت راحت الحمام، والموبايل كان في ايدي، فلقيتك بترن عليها، فسيفت الرقم عندي. على فكرة انت بني ادم مش امين. يا ست استني بس ما تصدمنيش، انا عاوز اتعرف عليكي عشان انت عجباني وعاوز اتقدم لك. ومين قالك اني بفكر اتزفت؟ أمنية. يا دي أمنية. أمنية قالت لي إن في كذا حد بيتقدم لك، بس أنت مش لاقية لأن يناسبك لسه، يعني مرحبة بالفكرة، وأنا غرضي شريف صدقيني. ادينا فرصة بس نتعرف، ولو ما عجبتكيش يا ستي ارميني في البلاك ليست، سهلة. والله احنا بيتنا مفتوح، تقدر تيجي تقعد مع أهلي لو انت نيتك خير. ماشي، ما أنا هاجي أقعد كده كده، بس أنا عاوزك تعرفي شخصيتي، أعرف شخصيتك، نشوف دماغ بعض متفاهمين ولا لأ، بدل ما أروح أتقدم خبط لزق كده ونطلع مش متوافقين وتتحسب خطوبة عليكي وخلاص. انت عاوز ايه يعني دلوقتي؟ نتعرف، نتكلم حتى على الفيسبوك، على الواتساب، اعتبريني زميل في الشغل يا ستي، صديق على السوشيال ميديا، ما اكيد عندك ناس اتعرفت عليهم بنفس الطريقة. هم اسبوعين بس وبعدها هتقدم لك، بس يكون حصل القبول. وافرض ما حصلش؟ مش هتخسري حاجة، ما اكيد في الاسبوعين دول لا هتلحقي تحبيني ولا تتعلقي بيا، انت اكيد مش صغيرة يعني. ها قلت ايه؟ تمام ماشي. تمام. انا بقى ستي كريم عبد الرحمن، 27 سنة، مهندس كمبيوتر، ومعايا محل موبايلات في شارع الأربعين. فبعد ما ركبت الضرفة بتاعت الدولاب وجاي بقفلها، فراحت قافلة على صوابعي، حتى بكتبلك والله بطلوع الروح. سلامتك. طب حاول تحط لها مرهم او حاجة او اربطها. ما انا عملت كده. ان شاء الله تخف. مريم معلش ممكن نتكلم صوت، عشان بس والله ما قادر اكتب من صوابعي. طيب تمام، مفيش مشكلة. رن. ايوه. ايه الاخبار؟ تمام. بقالنا اسبوع اهو بنتكلم شات، واعتقد ان لحد دلوقتي الدنيا تمام، ولا انت ايه رايك؟ ربنا يكملها بالستر، بس انا في حاجات كتير معرفتهاش عنك. حاجات زي ايه؟ اخواتك، عندك كام اخ واخت؟ انا عندي اخ واحد صغير، ما عنديش اخوات بنات، والحمد لله اني ما عنديش اخوات بنات. ليه يعني بتقول كده؟ يا عم خلفة البنات دي هم، البنات لو عملت حاجة غلط الواحد بيتعاير بيهم. وافرض بعد ما اتجوزنا خلفنا بنات؟ يا شيخة بعد الشر. شر؟ يا ست سيبك من الكلام السابق لأوانه ده، قوليلي انت بس، انت طالعة حلوة قوي كده لمين؟ حلوة فين بس يا عم؟ ما انا عادية اهو. عادية ايه؟ انت مرايات بيتكم كلها متكسرة. ده انا كنت بشوف صورك في الستوري بتاع أمنية بتوهم، اللي هو دخلت دماغي على طول زي الطلقة. بطل مجاملة بس وقولي، ظروف شغلك ايه؟ معاك شقة بتاعتك ولا لو اتجوزنا هنقعد في إيجار؟ وعلى فكرة مش سؤال مادي ولا حاجة، أنا بس عاوز أعرف ظروفك. أنا شغلي تمام وبكسب منه كويس. بالنسبة للشقة معايا شقة وفارشها كمان، بس طبعا مش فرش الجواز يعني. وفارشها ليه؟ أنت عايش فيها؟ لا لا لا، ساعات أحب أفصل من البيت كده أو كل واحد يعني، فبروح أبات فيها. ماشي. مسيرك في يوم هتروحيها وأكيد هتعجبك زي ما عجبتيني كده إن شاء الله. أنا شفت بنات كتير بس زيك كده ما شفتش. يا عم بطل بكش. عيب عليك والله، أنا ببص في صورك بس ما بكونش على بعضي، اللي هو على طول أتخيلك وإحنا مقفول علينا باب واحد. ما تغير الموضوع بقى يا عم كريم، خلينا مؤدبين. أغيره ليه؟ ولو كلامي ده النهاردة قلة أدب، بكرة لما نتجوز يبقى حلال.
ماشي بقى لما يجي بكرة. طب ايه رأيك بكرة اخدك افرجك على عيش الزوجية اللي هنعيش فيه؟ عش ايه؟ الشقة بتاعتي. لا طبعا، ازاي اروح معاك الشقة لوحدنا يعني؟ وفيها ايه يعني؟ ما هتكون شقتك، مش يمكن ما تعجبكيش وتحبي تسكني في حتة تانية؟ لا ان شاء الله لما يكون بينا حاجة رسمي ابقى انا وماما نيجي نتفرج عليها. امك ايه واحنا رايحين حضانة؟ ايوه دي الاصول. اصول ايه يا مريم؟ انت محبكاها قوي ليه كده؟ ايه محبكاها دي؟ اصل يعني ما فيهاش حاجة يعني، هنروح نبص بصة ونمشي. كريم فكك من العبط اللي انت بتقوله ده، انا عاوزة اقفل. عبط؟ طب ليه الغلط ده؟ لا انا لسه مغلطتش. ما هو انت ما تعرفيش تغلطي. ليه يا حبيبي ماسك عليا زلة؟ حاجة زي كده. كريم بطل تخريف واقفل. طب استني بس قبل ما تتسرعي، افتحي الواتساب كده هبعتلك حاجة. هتبعتلي ايه؟ افتحي بس. ايه ده؟ انت جبت الصور دي منين؟ أمنية. أمنية اللي بعتتلك الصور دي؟ لا ما تظلمهاش، أنا بعتهم لنفسي من الشات اللي بينكم. اقسم بالله انت بني ادم حيوان وسافل وما تربتش. جدا جدا، أنا ما اغمضليش عين كل يوم إلا لما أفضل سرحان في صورك دي. تخيلي بقى إن السرحان ده كله على صورك وانت بقمصان نوم، تخيلي بقى لو من غيرهم. يا كلب يا حيوان، دي حاجة خاصة بيني وبين صاحبتي، بوريها اللي جايباه في الجهاز يلي ما تربتش. وانا يخصني في ايه؟ المهم اللحمة. اقسم بالله ما تربتش. بنت انت ما تغلطيش، انا سايبك تعلي صوتك بمزاجي عشان انت داخلة دماغي، لكن دلوقتي انت عارفة انا ممكن اضيع لك مستقبلك ازاي. حتة اكاونت فيك ملوش عازة، واحطلك عليه ألبوم صورك الجميل ده، وابعت ادل كل حبايبك وقرايبك. وتعمل ليه كده؟ انا اذيتك؟ ما اذيتنيش، وانا كمان مش عاوز اذيكي، بس تعالي معايا سكة. انت عاوز ايه مني؟ عاوزك. وانت فاكرني هسمع كلامك؟ انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه؟ هتعملي لي ايه؟ انا كده كده مجنون فعادي، هتضيعيني هضيعك. طب وليه؟ ما كلنا نطلع كسبانين. انت تجيلي الشقة بكرة وزي ما هتطلعي زي ما هتنزلي، انا مش عاوز حاجة اكتر من اننا نقعد شوية براحتنا بس. لكن ما تخافيش، انا عارف انك بنت. لا عندك ضمير قوي. لا عيب عليكي. لا طبعا انا مش هعمل كده حتى لو هتموتني. خلاص شوفي نفسك. اشوف نفسي ازاي؟ حولي لي 3000 جنيه وانا امسح الصور. يا سلام، وانا ايه اللي يضمن انك هتعمل كده؟ مفيش ضمان. ها قلت ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يقعد لك في اخواتك يا رب. ما قلتلك ما عنديش اخوات بنات. ها انجزي. هحول لك عشان انا اللي غلطانه من الاول اني بعت صور زي دي على النت. اتعلمي من غلطك بقى. هستنى تحولي لي الفلوس على المحفظة على نفس الرقم ده. سلام يا مريم. ايه يا مريومة؟ عاوز ايه؟ انا مش حولت لك الفلوس وخلصنا وانت حلفت لي انك مسحت الصور؟ في ايه يا عم؟ هو احنا اللي بينا فلوس؟ ده احنا اللي بينا كلام وحديد وصور. انت عاوز ايه دلوقتي؟ ماشي، كنت مزنوق في 1000 جنيه كده، بس دول سلف هرجعهم لك اول الشهر. وانا ايه خليني ابعت لك تاني؟ عشان كنت راجل معاكي، وبعدين مش عاوزك تصدقي ان مسحت الصور قوي. يعني ما مسحتهاش؟ مريم هستناك تحولي لي الفلوس. سلام يا حبي. خبطت عربية كنت مأجرها وصاحب المكتب عاوز 7000 جنيه يا اما هتحبس. الواد اخويا دخل الجيش وكنت عاوز احول له فلوس على المحفظة، بس المحفظة ما فيهاش. ابعتيلي دلوقتي بس وانا هبقى ابعتهم لك لما احط فلوس. المحل اتعمل له محضر ب2000 جنيه ولازم ادفعهم وانا مش معايا دلوقتي. وانا كمان والله مش معايا، انا اصلا قاعده من الشغل. يا مريم بقى خدت من اللي في ايدك او سلسله او قلبي محفظه ابوكي، اتصرفي يعني. بقولك ايه، ما تبعتيلي فيديو ليك وانت بترقصي، والله ما حد هيتفرج عليه غيري. طب بقولك ايه، حولي لي 500 جنيه على المحفظه عشان عاوز اشتري حاجه اونلاين. مبروك على الخطوبه عروسه، وعريسك قمر. دخلت على بروفايل وكنت نفسي ابعت له اقول له يا بختك، بس قلت لا يحصل مشكله. المهم بس كنت عاوزك في حوار تاني. امي اتسرق منها 5000 جنيه وهي ماشيه في الشارع، وهي كانت رايحه يا عيني تحطهم في البنك، وكانت عاوزه تعمل